اختيار الكيبورد مهمة مش سهلة خالص، يعني مهما اقولك مميزات وارد جدا ما تعجبكش في الاخر، لان ببساطة الموضوع مش ارقام ومواصفات بس على قد ما هو راحة شخصية وتعود. الكيبورد بالذات وباختلاف سويتشاته لازم له تجربة وتعود على انواعه المختلفة، لكن بشكل عام لازم تعرف ان السويتشات متقسمة ل3 انواع رئيسية: لينير وتاكتيل وكليكي. يعني مثلا لو بتحب الصوت العالي والضم طخ وانك تدوس جامد على الزرار وتحس بيه تحت ايدك، يبقى البلو سويتش هينفعك جدا ومناسب لان المقاومة بتاعته عالية، وده تبع الكليك سويتش، حاجة كده شبه الآلة الكاتبة بتاعت زمان، وصوته بيبقى بالشكل ده. اما لو بتحب الهدوء ومش عايز تدوس على الزرار جامد، يعني يا دوبك لمسه بسيطه قوي، يبقى هتخليك في التاكتيل او اللينير سويتش، لان المقاومه بتاعتهم خفيفه جدا والاحساس بتاعهم شبه الكيبوردات الممبرين او العاديه، مش هتحس بنقله كبيره خالص. كمثال الريد سويتش والبراون والسيلفر والبلاك وكل الفئة دي، وهكذا باختلاف السويتشات وراحتك واسلوبك في الاستخدام والكتابة. زمان السويتشات كانت محدودة، يعني بالكتير كنت تلاقي 6 الوان وشركات تصنيع قليلة، لكن دلوقتي عندنا موديلات كتيرة جدا والوان وشركات اكتر. عشان كده زي ما قلتلك التجربة وراحتك هي المقياس النهائي. معانا النهاردة كيبورد جيمنج ميكانيكال موديل داكي تينكر 75. اللي ما يعرفش البراند ده، فشركة البطة الشقية، يعني اقصد داكي، يعني هي شركة كبيرة في مجال صناعة الاكسسوارات، مشهورين بالبريفرالز او الطرفيات، يعني ماوس وكيبورد تحديدا، واخدينهم بالتخصص كده. هتلاقي عندهم كل اكسسوارز الكيبورد الميكانيكال زي الكي كابس والسويتشات وغيرها. هنجرب مع بعض الكيبورد النهاردة ونشوف كل تفاصيله. هيا بنا في رحلة شهبية جديدة. الكيبورد اللي معانا من فئة البروجكت دي من شركة داكي موديل تينكر 75، بيجي بحجم لاي اوت 75%، ودي حاجة كده شبه التي كي ال اللي هي بدون الازرار الجانبية والارقام اللي احنا بنسميها الآلة الحاسبة. الكيبوردات بالحجم ده بيكون الهدف منها توفير مساحة على المكتب قدامك، بالاضافة انك تقدر بسهولة تتنقل بيها وتستخدمها في اي مكان. الكيبورد بيجي بإضاءة RGB واضحة وكويسة جدا حتى وانت مشغل الإضاءة حواليك. تقدر تختار ما بين 4 انواع للسويتشات: براون وبلو وريد وسيلفر، واللي معانا النهارده سيلفر سويتش، وده يعتبر الاغلى في كل السويتشات المتاحه للكيبورد ده. نسخه الكيبورد اللي معانا ما بتجيش بالعربي، هي انجليش فقط. الكيبورد فيه انتي جوستنج مقبول جدا. الانتي جوستنج ده اللي هو لما تيجي تدوس 3 زراير مثلا مع بعض وانت بتلعب ما تلاقيش استجابه، او تلاقي الجهاز عمل زماره كده او هنج وما داسش على حاجه. الانتي جوستنج بقى اتعملت عشان تحل القصه دي، هتقدر تدوس بسرعه على اكتر من زرار مع بعض وهتلاقي استجابه بدون اي مشاكل في نفس اللحظه. ظهر الكيبورد فيه قاعدة أو رجل كده مكونة من قطعتين، كل واحدة فيهم بارتفاع مختلف بحيث يرفعوا لك الكيبورد حسب راحتك. كابل التوصيل بيتفك ويتركب، هو عبارة عن طرفين، واحد تايب سي بيركب في الكيبورد نفسه، والطرف التاني يو اس بي تايب اي. مفيش سنادة للإيد في الكيبورد من تحت. الزراير مصنوعة من البي بي تي اللي هي مادة البولي بيتيلين أو البولي بيتلين أيا كان النطق بتاعها، ودي مكونة من أقوى المواد البلاستيكية المعالجة بالحرارة. التشكيل بتاعها بيكون صلب وبتستحمل الاستخدامات الشاقة، تعتبر من أفضل خامات التصنيع المستخدمة في صناعة الكي كابس بشكل عام. وزن الكيبورد حوالي 800 جرام، وده مش خفيف يعني، خصوصا ان اغلبه مصنوع من البلاستيك مع بعض القطع من الالومنيوم، لكن الماتيريال بريميوم ومحترم قوي. سعر الكيبورد $120، يعني حوالي 3700 جنيه تقريبا، ومتوقع تغير في الاسعار حسب ظروف العملة في كل بلد. الكيبورد سيمبل وفي نفس الوقت منظره شيك وبسيط جدا، تقيل والخامات بتاعته كويسة، يعني مش ضعيف خالص ولا شعبي. الار جي بي اضاءته قوية وواضحة، كمان كابل التوصيل طويل عشان يغطي معاك اطول مسافة، وشيلد بالكامل يعني مش هتقطع بسهولة، وجزئية انه بيتفك ويتركب دي كويسة جدا. بعد استخدام اسبوعين تقريبا كتابة وجيمنج، عايز اقولك ان الكيبورد ده يعتبر الستاندرد لكلمة كيبورد ممتاز بكل اختصار. سويتش ميكانيكال بريميوم، شكل شيك واضاءة ار جي بي، يعني هو ده بالظبط اللي الكيبورد بيقدمه، مفهوم الكيبورد المحترم. ما صادفنيش مشاكل خالص اثناء الاستخدام. السيلفر سويتش ده اول مرة اجربه، لكنه قريب قوي للاحمر مع انسيابية واستجابة اخف بكتير، يعني تحس الزراير تاتش كده من كتر سهولة الضغط عليها.
لو عايز حاجة بريميوم ومش فارق معاك السعر، يبقى تنكر 75 من داكي هيعجبك جدا.